أعزائي المشاهدين مشاهدين الصحوة نيوز، معنا شخصية بارزة في المجتمع، معنا الأستاذ إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، اتشرفت بحضرتك. كلمنا يا فندم عن المؤتمر انطلاقة. والله هو مؤتمر انطلاقه من السلوجان بتاعه. الشعار بتاعنا بيقول: من الاصرار والسعي تاتي الطاقه، وهناك سقوط يسبق كل انطلاقه. فان شاء الله الهدف الاساسي من المؤتمر ان كل حد في اي مجال ايا كان مجاله ايه يكون عنده فرصه ان هو ينطلق ايا كان مجاله ايه. هل مجاله كفريلانسر، هل مجاله تعليمي، هل مجاله بيزنس، ايا كان المجال بتاع اي شخص. الهدف ان هو يطلع من المؤتمر عنده طاقة كافية ان هو ينطلق ويبدأ بداية جديدة في المجال بتاعه. كلمة بقى توجهها للشباب، عاوزين نقولوا خلي الشباب تنطلق من هنا من داخل مؤتمر انطلاقة. والله الكلمة اللي بوجهها للشباب من داخل مؤتمر انطلاقة ان كل شاب فينا موجود جواه طاقة تقدر، بس هو مستني يوجهها. الوقت اللي هو يقدر يوجه فيه طاقته دي في المجال اللي بيحبه، في الحاجة اللي هو شايف نفسه متميز فيها، ساعتها ان شاء الله هيوصل وهيقدر يقول انا حققت اللي انا بتمناه. طبعا ابن الوز عوام طبعا. والحمد لله، الله بنحاول والله، بنحاول والله المستعان ان شاء الله يا استاذ محمد باذن الله. الدكتورة صاحب شخصية كويسة وشخصية متميزة في المجال بتاعها، وفعلا مؤتمر انطلاقة فعلا. ربنا يبارك في عمر حضرتك، ده من ذوقك، ويعني المؤتمر زادت قيمته بوجود اشخاص ذو قيمة وقامة زي حضرتك. حبيبي يا أستاذ إسلام. الله يبارك في عمر حضرتك، واتشرفت بحضرتك يا رب، ونتمنى ان كلنا نخرج من هنا بانطلاقه ان شاء وإن الله. شاء الله نتقابلوا في انطلاقة 2. ان شاء الله انطلاقه 2 هيبقى يوم 2/2، وهيكون موافق يوم الاثنين باذن الله. بالتوفيق يا فندم. الله يبارك في عمر حضرتك، وشكرا جدا ليك يا استاذ محمد، تسلم يا رب. إلى اللقاء مع شخصية مصرية جديدة، الصحوة نيوز.